السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله حكايه جدا النهارده، حكايه مؤثره جدا بس ليها حكمه ولها عبره. اتفرجوا على الفيديو للاخر. صاحبه الحكايه بتقول: انا فلاحه وكل يوم بقعد عشان احلب الجاموسه، وقررت بقى ان انا في ناس كتير بياخدوا مني اللبن وعشان يغشوه، فقلت انا كمان اخلط اللبن بالمية. علشان ايه؟ علشان ازود الربح بتاعي وازود المكسب بتاعي. فقلت بقى ايه، كل يوم اجيب مثلا 5 كيلو لبن، احط عليهم 5 كيلو من المية، فكده ضاعفت كمية اللبن. وكيلو اللبن بدل ما انا ببيعه ب20 جنيه، فكده هيديني ضعفين. وكده كده اللبن بتاع الفلاحين بيبقى تقيل وكله مركز، فالزباين مش هتكتشف ان انا هرش اللبن. وفعلا انا روحت السوق ولقيت الزباين بتاعتي مستنية اللبن علشان تاخده. الزباين خدت اللبن ودفعت الفلوس، وانا خدت الفلوس كلها، ضعف كمية الفلوس اللي انا المبلغ اللي باخده كل يوم. فطبعا هم راحوا اكتشفوش ان اللبن بتاعي مغشوش، لان عملت الموضوع ده كذا يوم ورا بعض، ومحدش اتصل عليا ولا قالي ولا اشتكى ولا قالي ان اللبن مغشوش. فبعد كده انا روحت عملت الموضوع ده كذا يوم. بس عايزة اقول لكم ان المال الحرام ما بيدومش وما بينفعش صاحبه. انا عارفة ان ده غلط واكبر حرام، بس انا الزباين ما اكتشفتش ان اللبن مغشوش، او ممكن يكونوا برضو عرفوا ان اللبن بتاعي مغشوش، بس برضو كل يوم بروح الاقي نفس الزباين، لان الزباين واثقة فيا، لانهم بقالهم سنين وزمن طويل بياخدوا مني اللبن. بس كل اللي كان يقولي اللبن بتاعك فيه ايه، اقوله اللبن مفيهوش حاجة، ده بس بيتهيألك. فعلشان كده بعد كام يوم أنا طبعا فرحانة بالمكسب الكتير. بدل ما كنت بيبقى مثلا معايا فلوس قليلة، بيبقى معايا فلوس كتير، لأن ضاعفت المبلغ بسبب غش اللبن، اللي أنا بغش اللبن بالمية. بعد كده يا حبايبي، بعد كده بعد أسبوع فضلت أعمل الموضوع ده لمدة أسبوع، وكان فعلا معايا فلوس كتير. بعد أسبوع وأنا راجعة من البيت كنت تعبانة، وأنا راجعة من السوق كنت تعبانة، فقلت لأ خلاص أنا هقعد في مكان علشان أريح رجليا شوية، وبعد كده أقوم أكمل وأروح البيت، لأن التعب كان داخل عليا برد وكده، فكنت تعبانة شوية. فقعدت بقى في مكان، واللي حصل بقى حاجة ما توقعتهاش خالص. المكان اللي قعدت فيه، قعدت قدام الترعة، مكان فيه مية. فجت ست كده كبيرة قالت لي ايه، لو سمحتي يا حبيبتي خلي ابني جنبك كده شوية على ما اجيب طلب من المحل ده وهرجع اخده على طول. استغربت قوي، الست ما تعرفنيش، بس ازاي تخلي ابنها يقعد جنبي؟ هي كانت عارفاني بس انا مش عارفاها. بعد كده يا حبايبي، الولد خلاني قاعدة استريح، وخد الكيس اللي انا حاطة فيه الفلوس بتاعة اللبن، وبقى انا غفلت كده شوية يرمي ال الفلوس شوية في الترعة وشوية في الكيس زي ما هما. عينيا غمضت شوية والولد قاعد جنبي. بعد كده الست جت تاخد ابنها، فتحت كيس الفلوس علشان اعده، لقيت ان الفلوس ناقصة تقريبا نص حق اللبن. قلت ايه ده؟ قالتلي معلش، ابني كان بيرمى فلوس في الترعة، ومش هينفع ان انا انزل اجيبلك الفلوس، فانا اسفة يا حبيبتي ومعيش فلوس، انا ست بسيطة ومعيش فلوس عشان ارجعلك باقي الفلوس. قلت لها اللي بدل الفلوس اللي ابني رماها في الترعة. قلت لها لا خلاص خلاص ما يهمكيش، انا عارفة ان الفلوس ديت حرام، وهي تقريبا الفلوس اللي الولد ديت رماها في الترعة هي ديت الفلوس بتاعة اللبن اللي انا غشيته، نص كمية لبن انا غشيته، وانا عارفة ان ده اكبر حرام. بس نعمل ايه، الحاجة غالية وخلت الناس تفكر في حاجات وحشة كتير علشان انها تجيب منها فلوس. وعايزة اقول لكم كمان، مهما كنا محتاجين نرفع ايدينا وندعي نقول يا رب، وربنا ان شاء الله هيفكها من عنده ويحلها بمعرفته، لان العبد في التفكير والرب في التدبير. بس اهم حاجة ان احنا ما نعملش حاجة غلط. انا عارفة ان كلكم هتقولولي إيه، ما ينفعش ان انتي
كل اللي انتي عملتيه ده ما ينفعش، بس انا خلاص اتعلمت بعد اللي حصلي ده. يا رب بس في النهاية تكون القصة ديت عجبتكم، ما تنسوش تحطوا اللايك، وياريت كل واحد ياخد عبرة من الحكاية دي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.